ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده جربنا حاجات جديده من توب فيس، فلو حابين تعرفوا انا عملت اللوك ده ازاي ورايي ايه في المنتجات الجديده دي تابعوا الفيديو للاخر. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وكمان تعملوا لايك وشير. وبس كده، يلا نبدا الفيديو. اول حاجه هعمل السكين كير بتاعي. هرطب تحت عيني بالمرطب ده من ستارفيل. باخد كده على صباعي وابدا ان انا اوزعه. هرطب بقى بالمرطب ده من بوتس. وبعد كده هستخدم السان بلوك ده من كولاجرا. احط منه كمان على ايديا وعلى شفايفي وكل حاجه. وكمان بحطه تحت عينيا عادي. استنى كده دقيقة بس البشرة تشربه وبعد كده نبدأ على طول على الميك اب. طيب هرسم بقى حواجبي، وعايزة ادي القلم ده فرصة كمان بتاع ريمل. هبريه عشان ايه مبقاش ظلماه. بصوا هو عامل ازاي، غريب كده. عايزة اسرح حواجبي بأي حاجة. يعني لو هتخيروني بين القلم بتاع كاترس والقلم ده بتاع ريمل، هقولكوا لا، بتاع كاترس احلى بكتير. مش سيء مش بشع بس مش حلو. يعني الرسم بيه مش اسهل حاجة، ناشف كده شوية. وكمان درجته ممكن تعجب ناس تانية، بس انا بالنسبة لي درجته مش حلوة. هي درجته بني على اسود كده شوية، مش بني بني يعني. فالناس اللي بتحب الدرجة دي ده هيعجبها. ده اللي هو درجته ايه تقريبا، كانت دارك حاجة كده، مش فاكرة راحت فين الدرجة. تقريبا درجته دارك. فلو انت بتحبي الشكل الغامق للحواجب فده هيعجبك اكيد. لكن انا بالنسبة لي مش بحب اخلي حواجبي تبان انها سودة كده، مع انه هو لونه يعتبر كويس مع حواجبي، بس انا بحس شكلي غريب لما بخلي حواجبي لونها اسود كده شوية. تمام، بصوا يعني هو بيدي دل كده غريب، وانا مش عارفه هيبان ولا لا. في شعيرات صغنونه قوي كده طالعه من القلم نفسه، بس انا مش بحس انها بتطلع قوي في الشعر. مش عارفه احبه. اديته فرص كتير ومش حاساه. بصوا بلحوس الدنيا بيه كده لا مش عاجبني. ما علينا، هنجرب دلوقتي الكونسيلر ده من توب فيس، ده جديد والدرجه اللي هجربها رقم 3. عايزه اقول لكم وانا بطلب الكونسيلر ده كنتش عارفه اختار الدرجه، لان هما مش كاتبين. انا جايباه من على نون، تمام، هما مش كاتبين الدرجات، حاطين كذا واحد وبالبركه بقى. فانا اخترت واحد بقى وطلع رقم 3. تمام، ده اللي هو اسمه سوبر ماتش كونسيلر، وده 24 هايدريتنج. في واحد تاني ده بالهايلورونيك اسيد، في واحد تاني تقريبا مناسب للناس اللي بشرتها دهنيه. فانا طبعا جبت اللي هو فيه ترطيب. اوبس، شكله حلو كبير. مش عارفه ده كميته قد ايه. ده كميته 6 مللي، فكميته كويسه برضو. تمام، ده شكل الابليكيتر بتاعته، بطاطه كده شويه. فيلا بسم الله. حلو الدرجه. ماشي، حاول بس انضف تحت الحاجه. حلو، حاسه ان يعني انا ما حطيتش البتاع تاني، وحاسه اطلع كميه كويسه يعني. هنشوف بقى تخطيطه عامله ازاي. محتاجه برش. حلو، دمجه سهل، الدرجه حلوه. هو يعني مش عارفه هيبان على ايه، خفيف يعني، تخطيطه مش عاليه قوي، بس بيفرش كده حلو ودرجته بتنور كده. بس فاتحه يعني، درجه 3 تعتبر فاتحه،
أنا كنت خايفة انها تطلع غامقة. شايفين اتوزع على وشي كله اصلا من الكام نقطة دول يعني، بس بيدي تغطية خفيفة وفي لمعة صحية كده شوية. لا حلو، حبيت، بيندمج بسهولة جدا وشكله تحفة. دي اول مرة ان انا اجرب حاجة من توب فيس. انا عارفة ان هي براند تركي وموجودة بقالها فترة، بس يعني انا كان في عروض حلوة قوي عليها على نون، ممكن لسه تلحقوها مش عارفة يعني. هحاول اسيب لكم اللينك بتاع الشيد دي تحت او في الكومنت عشان اللي حابب يشتري نفس الشيد. بس مبدئيا حاساه لذيذ يعني وحلو، اللي هو لكل يوم مش حاجة فول كافرج يعني او كده. فلو انت بتحبي الستايل ده اللي هو حاجة خفيفة لكل يوم ده هيعجبك اوي. لسه بقى هنشوف الثبات بقى وهل هيخطط او لا. هجرب معاكم كمان البلاشر ده من شي جلام، اللي هو اللي بيبقى فيه اتنين كده مع بعض. قطعتها. انا جبت الدرجة اللي هي اسمها بيتش جوس. طبعا الباكيجينج خطير ده بصراحة. انا عملت له سواتش، ما قدرتش امسك نفسي يعني، بس شايفين شكله. قلت اغير يعني عن البينكات اللي انا عمالة اجيبها. انا مش عارفة صوتي عامل كده ليه. فجبت الدرجة دي، تيجي ناحية كريمي وناحية باودر. بصوا ده الكريم حلو. هاخد كده بالفرشة الجزء الكريمي، حلو لونه عسول. انا شكلي داخله على دول برد ولا ايه؟ صوتي رايح. لونه عسول جدا. هثبت بقى كل حاجه باللوس باودر بتاعت شي جلام دي اللي هي ترانسلوسنت شفافه كده، وهاخد بالباف دي برضو من شي ان، مش عارفه دي كانت شي جلام ولا لا، بس مش مكتوب عليها حاجه. وهتاكد ان تحت عينيا مدموج كويس. عايزه اقول لكم ان هو مخططش ولا اي حاجه، فتحفه. هجرب معاكم كمان الباليت دي برضو من توب فيس، اسمها ماستر اكاديمي بلاش بوكيه، ودي ليها درجة اللي هي رقم 1. تمام، ده شكلها من جوه. تمام، ودي شكل الدرجات بتاعتها، وبيجي معاها كمان مراية حلوة وكبيرة. في درجة كده انا حاساها برونزر كده شوية، فممكن نجربها كبرونزر. ممكن اجرب الدرجة اللي جنبها دي كده، مع اني كنت عايزة اجرب الدرجة بتاعت شي جلام، بس عايزين نجرب دي. البيجمنت بتاعها قوي. كل مرة ازود بلاشر ويبقى شكل كده، فعايزين حاجة نخفف بيها. ممكن البيوتي بلندر ندمج شوية، فانتوا لازم تخلوا بالكم بقى وانتوا بتستخدموه لان هي قوية قوي. اتحطت كتير مش بيخف. هاخد الباليت دي من شي جلام اللي هي اسمها جازي جاس شو اي شادو باليت. وهاخد اي لون انتقالي عادي، ممكن اخد الدرجة دي مع دي مثلا. ونفس الدرجات بفرشة صغنونة هحطها على خط الرموش اللي تحت. اخد الباليت دي من جوسي بيوتي، هاخد منها اللون البني ده كده، هحطه على الجسم كله. وبالفرشة الصغنونة
هدمج كده الاطراف. هاخد الباليت دي تاني بتاعت شي جلام، ممكن بقى باللون البني ده كده عشان يليق مع الاي شادو. هغمق بس شويه كده من الطرف، فرشه واسعه، وهبتدي ادمج كده. هتني رموشي باللاش كيرلر، وهستخدم الماسكارا بتاعت شي جلام. كمان على الرموش اللي تحت. انا لو سألتوني الماسكارا التانية بتاعت شي جلام اللي جربتها معاكم قبل كده احلى بكتير من دي. هستخدم معاكم ده من شي جلام، بيجي جزء ليب لاينر وجزء التاني بيبقى جلوس. الدرجة دي اسمها باي ذا بوك. ده شكل الليب لاينر. لونه حلو وطبيعي يعني، تقريبا نفس لون شفايفي. هاخد بقى الجلوس دي الدرجة بتاعته، واخر حاجة عايزة اعملها وهي ان انا احط هايلايتر. اخد الهايلايتر ده من شي جلام، وبس كده ده الفاينل لوك. بس كده ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكمان تكتبوا لي كومنت برايكم حابين اجرب ايه الفتره اللي جايه. انا مبسوطه جدا بالتجربه بتاعه توب فيس ده، ومتحمسه ان انا اشوف لو عندهم منتجات تانية اجربها. واكتبوا لي انتوا بتحبوا ايه من توب فيس. بس اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.